موضوعنا اليوم يناقش هذا الحد الفاصل بين المغرب الأقصى والصحراء الغربية، ونشوفوا إذا كان دعم العالم للصحراء الغربية هل هو دعم لتقسيم المروك ولا هو دعم لقضية عادلة وأرض محتلة لا تختلف على قضية فلسطين المحتلة. نبدأ من كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار في الباب العاشر، يحكي على ممالك المغرب اللي هما مراكش والجزائر وتونس وطرابلس، وفي بدايته للتعريف بمملكة مراكش، وهو عليها لازم نقرأ التاريخ، يقول: اعلم أن لفظ المغرب يطلق في عرف أهله على ناحية من الأرض معروفة بعينها يحدها من جهة الغرب المحيط الأطلنطي أو بحر الظلمات، ومن جهة المشرق بلاد برقة وما خلفها إلى الإسكندرية ومصر، فبرقة خارجة عن بلاد المغرب بينما طرابلس وما دونها داخلة فيه. يعني كي نحبوا نشوفوا مفهوم بلاد المغرب في الخريطة نلقوها هذه كاملة وفيها 4 دول: مراكش والجزائر وتونس وطرابلس. وحديثنا اليوم راح يكون على الصحراء الغربية، وهي واحدة من ال4 دول العربية اللي فيها أجزاء محتلة ليومنا هذا، واللي هم فلسطين وسوريا ولبنان تحتل دولة الكيان أراضيهم أو بعض منها، والصحراء الغربية اللي هي الدولة الوحيدة اللي تحتلها دولة عربية مسلمة. ونتحدث هنا على الاحتلال المغربي لأجزاء كبيرة من الصحراء الغربية اللي بدا من 1975. وتحقيقنا هذا راح يبحث خصيصا في الحدود الجنوبية للمروك حتى لوين تمتد تاريخيا. هل هي فعلا تشمل الصحراء الغربية فلا نسميه احتلالا بل نسميه استرجاع لأرض مغربية؟ واذا لقينا الحد الجنوبي تاع المروك ما يلحقش للصحراء الغربيه نقولوا لهم قامت عليكم الحجه بانه هذا احتلال ولازمكم غير تخلوا الارض لاصحابها وتتوبوا عما فعلتموه باهلها سنوات طويله. توبة نصوحة حكومة وشعبا. وبالعوده لكتاب حقائق الاخبار عن دول البحار نلقوه خصص فصل عن دوله المغرب الاقصى او مراكش، وهذه مرات يلوموني في التعليقات يقولوا لي علاه تسمي بلادنا المروك، هذا تاريخ وهذا اسم بلادك تاريخي ما تحشمش به يا اخي. المهم نقرأ هنا في وصفها الطبيعي بانها واقعه بين الدرجه 28 و36 عرضا وبين 3 و14 درجه طولا. هذه الخريطه نفعلوا شبكه خطوط الطول والعرض ونديروا زوم على هذه المنطقه، هذا هو خط العرض رقم 28، يعني هذا هو حد المروك الجنوبي حسب هذا المصدر. ولكن خلي اولا باه نتاكدوا بانه دقيق في ارقامه ونشوفوا اذا حدها الشمالي مطابق صح 36. هذا هو خط العرض 36 قاسم البحر بين اسبانيا والمروك، وشرقا هو قال خط الطول رقم 3، هذا هو خط الطول رقم 3 جاي مع واد ملويه، بصح ماهوش بحثنا، احنا نبحثوا على الحد الجنوبي ولقينا اول اشاره نشوفوها اليوم بانه المروك حدها هنا، ودرك حان الوقت لاظهار الحد الحالي بينها وبين الصحراء الغربيه لنكتشف انه المروك تاريخيا ما تلحقش حتى لحدها مع الصحراء الغربيه، فما بالك بعمقها الجنوبي، لانه الحدود بيناتهم اعتمدتها الامم المتحده بخط العرض 27.67. وبالمناسبه مش هذا الكتاب وحده اللي حدد خريطه المروك من جهتها الجنوبيه بخط العرض 28، بل تلقاه في اغلب كتب التاريخ القديم بشتى اللغات، الا انه اليوم ما راحش نقروا الكتب بقدر ما راح نفتحوا الخرائط القديمه، وطريقتنا لرسم الحدود راح تكون باسقاط كل خريطه قديمه على الخريطه الحاليه ونرسموا منها الحدود كما الكالك ولا الورق الشفاف، وفي الاخير راح تكون عندنا فكره كامله على الخريطه الحقيقيه للمروك، خاصه وانه في الاخير راح نجيبوا حتى الخريطه الرسميه لسلطان المروك اللي راح تلخص لنا كلش. ونبدو من هذه الخريطه المطبوعه في اطلس 1783، وهذه المدن 3 وجده وطنجه واكادير هم اللي اعتمدت عليهم بادره الاسقاط على جوجل ايرث، لانه تطابق 3 مدن يضمن انه الخريطه في موضعها الصحيح وبابعادها الصحيح. وقبل ما نظهر الحدود الحاليه بين الدول خلي الساعه ننسخوا الحد الجنوبي من هذه الخريطه، هذا هو، ودرك ما بقى غير نخفوا الصوره ونشوفوا حدود المروك. هذه المروك وين كانت تنتهي سنه 1783 يا الخاوه، طبعا الخريطه هذه ما رسمناهاش حنا، رانا فقط فتحنا صفحات التاريخ نقروا، وما هيش تقسيم الاستعمار لانه في 1783 ما كان حتى استعمار لا اسباني لا فرنسي في المنطقه، يعني غير حنا في حنا. ودائما في فتره ما قبل الاستعمار نعاودوا العمليه مع هذه الخريطه البريطانيه القديمه مطبوعه سنه 1800، ولو اخفينا الصوره نلقوا خريطه المغرب سنه 1800 بهذا الشكل، وهذه مطابقتها مع الخريطه الحاليه، يعني سلاطين المروك ماشي غير زايدين فيها كي يقولوا الصحراء ارضهم، او حتى جنوب المروك وكان خاطيهم فما بالك الصحراء الغربيه. المهم نزيدوا نديروا نفس الشيء مع خريطه 1805، هذه حدود المروك في هذا الاطلس وهذه مطابقتها مع الخريطه الحاليه. وانا بدات تتضح عندي الصوره انه المساحه الاصليه والحقيقيه اللي اجمع عليها الجغرافيين في الماضي ما كانتش تبتعد على اكادير وسوس مسادرع. وهذه خريطه 1814 تعطينا هذا الحد الجنوبي اللي ايضا مازال بعيد على ارض الصحراء الغربيه، وهذه خريطه بريطانيه ترجع لعام 1872 وهذا الحد الجنوبي للمروك. واخيرا هذه الخريطه الملكيه لانها تحمل اسم السلطان حسن الشريف، اسقطناها كما يجب على الخريطه الحاليه، وجده تطابق وجده، طنجه تطابق طنجه، واكادير تطابق اكادير، واش يحد بلاده من الجهه الشرقيه تحدها الاوطان الجزائريه، واش يحد بلاده من الجنوب بلاد الفيافي والقفار ويسمى الصحراء. مالا نخلوا الاوطان الجزائريه لاهلها ونخلوا بلاد الفيافي والقفار لاهلها ونرسموا حدود الدوله من هذه الخريطه فنجدها ابعد من ان تكون الصحراء الغربيه تابعه لها ايضا، ونرجعوا درك نديروا اظهار لكل الحدود اللي شفناها في مختلف الخرائط من مختلف مصادرها ولغاتها، ونديروا زوم على الحد الجنوبي. شوفوا يا خوتي اجماع الرحاله والجغرافيين اللي رسموا الخرائط على انه المروك تنتهي حدودها هنا ما بين تيزنيت وطنطان، ودرك كيف حابين يقنعوا الشعب الصحراوي باللي ماهوش احتلال، ولا هذه الخرائط رسمتها البوليزاريو ولا رسمها الجزائريين باه يقسموا المروك، وطبعا باه يغطوا على كل هذا ويمنعوا الحقيقه من الانتشار يروجوا لامثال هذه الصوره بان المروك هي الامبراطوريه التي تمتلك نصف قاره افريقيا. باش الله اعلم. في حين شفنا انه في اقصى اتساعها ما لحقتش حدودها الحاليه مع الصحراء الغربيه، يعني في الحقيقه الصحراء الغربيه هي اللي من حقها تسترجع الاراضي الشماليه حتى الخط العرض 28 كما نصت عليه مصادر التاريخ. وقبل ما نختم راح نقول لاخواني في الصحراء الغربيه اذا حبوا يشوشوكم حول مضمون هذه الحلقه راح يقولوا لكم هذه خرائط التقسيم الاستعماري، نقولوا لهم لا، جبنا لكم فقط الخرائط اللي ترجع قبل الاحتلال الفرنسي للمروك وقبل الاحتلال الاسباني للصحراء الغربيه. ثانيا اذا قالوا هذه خرائط رسمها الاوروبيين نقولوا لهم حتى احنا كنا راح نكذبوهم، حتى شفنا خريطه السلطان حسن الشريف مطابقه لهم تماما. ثالثا اذا قالوا دولتنا لحقت نهر السنغال نقولوا لهم هذيك حملات تقدم وتراجع لا ترسم على اساسها الحدود،
والا حتى الزيريون لحقوا للاطلسي، والزيانيون لحقوا لفاس، والديات منهم من جلس على عرش السلطان في قصره في فاس. هل تتوقعوا راح نرسموا خريطه الجزائر على اساس هذيك الاحداث؟ وفي الاخير راح تلقوا روابط كل هذه الخرائط لتحت في الوصف، وان شاء الله يكون في هذه الحلقه اضافه لمعلوماتكم التاريخيه.